يلا بقى بينا اوريكم ازاي تعملوا الوافل في البيت بطريقة سهلة جدا، مش هياخد منكم اي وقت خالص، سواء عندك مكنة او ما عندكيش. بنجيب 3 كوبايات من الدقيق، ونفس الكوباية هي اللي هنعير بيها كل المقادير. بناخد ربع معلقة من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقة برضو كبيرة من البيكنج باودر. بنقلب كل بقى المكونات الجافة مع بعض ونركنها على جنب. نيجي بقى هنعير اللبن، هناخد نص كوباية لبن عليها نص كوباية مية. أنا ما بحبش أحط لبن كامل، بحب أحط لبن على مية، وده بيديله قرمشة كده وبيديله طعم أحلى. هنحط بقى اللبن في الطبق بتاعنا، وهحط عليه 2 بيضة، يعني بيضتين كده بالشكل ده. وهحط كمان نص كوباية من الزيت، أي زيت موجود عندك، أي زيت نباتي، بس بلاش زيت زيتون، يعني خلي أي زيت نباتي. ونحط شوية فانيليا. ممكن تحطوا بدل الزيت زبدة، ده أو ده، بس الزيت بيبقى أخف، يعني الزيت بيخلي طعمه أخف. هنحط بقى المكونات السائلة دي على الدقيق، ونشوف والله لو احتاجت مية أو لبن تاني بنضيف لها. طبعا هي هنا العجينة كده تقيلة قوي وتخينة، فهنحتاج ان احنا نزود لها كمان شوية لبن على مية، ونقلبها بقى كويس قوي لغاية ما تبقى عندي عجينة متوسطة وناعمة بالشكل ده كده. ده كده القوام اللي احنا عايزينه. خلاص بجيب بقى بسخن المكنة بتاعتي وبحط فيها العجينة. طيب طبعا المكنة دي بتسهل الدنيا، بس لو ما عندكيش المكنة دي في البديل اللي موجود ليها دلوقتي، وهي القوالب السيليكون. بنوزع العجينة كده، بنفردها كده كويس عشان ما تطلعش متخرمة بعد ما تستوي، واقفل عليها المكنة واسيبها بقى لغاية ما تاخد لون كده من فوق ومن تحت. ايه هي بقى القوالب السيليكون؟ اللي هي دي قوالب سيليكون بتتباع للوافلز. بتحطوا فيها الوافلز، بتحطوا فيها العجينة في الخرام دي كده، وبتحطوها في صينية وبتدخل الفرن. بتديكي نفس النتيجة بالظبط بتاعة المكنة. والقوالب مش غالية، ممكن تجيبوا 2 أو 3 وتخليهم عندكم، هتديكوا نفس النتيجة بتاعتها لو انتم من عشاق الوافلز. يعني طبعا زي ما احنا شايفين كده اللون بدأت تاخد لون ذهبي. هاجي بقى اعمل النوتيلا طبعا كانت في التلاجة فكانت جامدة شوية، حطيت عليها شوية لبن سخنين عشان خاطر تفك معايا واقدر استعملها بسهولة. احطها بقى على الوافلز بتاعي بعد ما طلع كده. تغرقوها بقى، تحطوا كتير تحطوا قليل زي ما انتوا حابين. وبنحط كمان معاها، نزود شوية في الحتة الفاضية دي، ونحط بقى اي فاكهة برضو انتوا حابينها. طبعا هي افضل حاجة واحلى حاجة مع النوتيلا والوافلز الفراولة والموز. ممكن كمان لو حابين تحطوا ايس كريم عليها، تحطوا عسل مربى، آه كراميل، اي حاجة بقى انتوا حابينها حطوها على الوافلز. ده كده الوافلز بتاعنا النهاردة. اظن مفيش اسهل من كده. جربوها وان شاء الله تطلع معاكم مظبوطة جدا. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.